صباح الفل يا عم خميس. اهلا يا عمر، صلحتها؟ اه خد جربها بنفسك. انا هجربها طبعا بنفسي. انت هتجربها بجد ولا ايه؟ يلا ما عنديش وقت. انت مستعجل كده ليه؟ مستربع ليه؟ اصبر. ايدك على 50 جنيه، انا متاخر وعايز الحق الشغل. تقول لي ايه؟ انت شغال في القماش اليومين دول ولا ايه؟ ابتدينا السكه الواطيه بتاع كل مره. هات 50 جنيه اجره تصليح الكاميرا يا عم خميس. فعلا الجو بره عفره قوي. العفر والميه مغرقه الدنيا بره. هتطرش زي كل مره؟ ماشي. انا ناقصاك. اتفضل. هات يا جمعه العدسه المكبره يا ابني نشوف كاتب ايه. واتعميت كمان. هات اللي تجيبه يا عم خميس، هتخلصها. كده هات من الاخر. خد يا حبيبي 20 جنيه اهو وابقى تعالى. دلوقتي السمع رجع، كل ده عشان 30 جنيه. يا رب تجيب بيهم ده يا اخي. بقى تعالى. عمنا بقى. استاذ عمر. مش وقتك خالص على فكره. ولا وقتك انت كمان على فكره. انا ماليش دعوه، جلال بيه سال عنك 5 مرات وطلب اول ما توصل تخش له على طول. اتفضل. هو يوم باين من امبارح. وامرني سعادتك. كريس يا عمر، انا حسدتك ولا بتدلع علينا؟ هو انا اقدر بس يا باشا؟ بطل بكش. لولا انها اول مره انا كنت خصمت لك على فكره، بس مش كل مره تسلم الجره. خد. تمام سعادتك. هتطلع المكان ده، اسم صاحبه موجود عندك، تشوف ايه اللازم وتعمله، بس بسرعه، الناس دول مستعجلين. والناس دي ظروفها ايه سعادتك؟ ظروفها يعني ايه؟ زباين يا عمر. زباين. عموما انا متشكر على الكلمتين الحلوين اللي سعادتك قلتهم عليا. كلمتين؟ قلتهم لمين؟ للزباين سعادتك، الزباين. على اذنك يا باشا. صايع صايع. ماله الواد ده؟ عمر ايه يا ابني مالك؟ انا اللي مالي، روشتني يا عم، عمال تلفت حواليك اكن حد قطرك. ولا حد يقطرني ليه ان شاء الله؟ جايز تكون عامل عامله رأي هانيه. هانيه؟ ليلتك سودا يا هنادي. يمين هنادي دي يا عمر. اركب بقى يلا بيتك تركب مركب، اقعد. استنى. امسك. يلا. أنا عايزك تركب لي كاميرات في كل حتة في المحل. هيحصل يا حاج. لو كل الناس زيك كده عارفه اهميه الكاميرات. المسألة مش كده، الحكاية إن أنا بتسرق ونفسي أعرف مين اللي بيسرقني. وتفتكر مين اللي بيسرقك يا حاج؟ أنت تعرفه؟ اعرفه منين؟ انا اول مره اشوفك. بس ما تقلقش، كله تحت السيطره. طيب تتم جميلك بقى وتعمل حسابنا في الأسعار. لا كان على عيني. النقطه دي بقى بره ايدي خالص. دي قائمه اسعار، اشتري اللي على قد امكانياتك. قول لي، انت فاتح المحل ده من زمان؟ من 10 سنين. ومين اللي دلك على موضوع الكاميرات ده؟ أخويا. ما هو برضه له محل بس في وسط البلد. بيتسرق برضه؟ لا. مركب كاميرات؟ بقاله سنتين. من عند اللي هو جلال برضه؟ هو اللي دلني عليه. يعني انت اللي اتصلت بيه مش هو اللي اقترح عليك. خد بالك انت بتغير كلامك. الله، انت جاي تركب كاميرات ولا جاي تحقق معايا؟ وانا مين انا عشان احقق معاك؟ التحقيق لناسه ولا ايه؟ أنا اللي هيريحني فعلا يا دكتور إني أعرف حقيقة حالتي بالظبط من غير زواق ولا مقدمات. صدقني أنا ممكن أستوعب، بس أعرف أفهم. بصراحة حالة حضرتك الأمل فيها مش كبيرة، لكن مش مستحيل، وربنا سبحانه وتعالى قادر وقدرته أكبر من أي علم. خالد عارف مش كده؟ لولا خالد بيه بيعزك ومقدر مشاعرك ما كانش خبى عليك. خالد جوزي وأنا عارفة ومتأكدة هو بيحبني قد إيه. مش محتاجة حد يشرح لي أو يفسر لي نيته من ناحيتي. من فضلك يا دكتور يا ريت خالد ما يعرفش إني جيت. الأهم إنك تساعديني وتكوني طولة البال، وإحنا إن شاء الله هنوفر لك البيئة السليمة والمناسبة للحمل عن طريق أنابيب.
ان شاء الله. ان شاء الله. على اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم، مع الف سلامه. فالحرص مطلوب، لان لو حصل. ثانيه واحده. خليك. ايوه. حوله. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. ايوه. لا لا، ما تخافش يا دكتور. اوكي. تمام تمام. متشكر قوي. مع السلامه. في حاجه يا فندم؟ لا. بقول لك ايه، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ ها؟ ما دام يبقى مربط مع العروس؟ لا ابدا، انا كنت بس هعدي عليهم في البيت شويه. طب ايه رايك تجيبها وتيجي تتعشوا معانا انا والمدام، وهتبقى منها خروجه. والله فكره. طيب بلغها وانا هبلغ انا كمان. تمام يا فندم. حبيبي. شكرا يا فندم. محدش موجود دلوقتي. من فضلك سيب اسمك ورسالتك بعد سماع الصفارة. شكرا. يا ديدا حبيبتي، بقول لك ايه، معلش انا عزمت هشام وخطيبته النهارده معانا على العشاء. اتصرفي انت بقى، ولو محتاجه اي حاجه كلميني في المكتب اجيبها لك وانا جاي. لا اله الا الله. ادخل. في فوق سياحي اسرائيلي هيوصل بكره يا فندم. في نفس الفندق؟ في نفس الفندق. تعليمات سيادتك ايه؟ كالعاده مراقبه 24 ساعه في ال 24 ساعه. انت جرى لك ايه يا عمر؟ في ايه؟ اتكلم صارحني. صرحك بقى يا باشا، مش لما افهم الموضوع الاول. انت رايح تراكب كاميرات للراجل ولا تحقق معاه؟ جزمه. هو اشتكى لسعادتك؟ انت كان نفسك تطلع ضابط بوليس ولا ايه؟ من امتى احنا بنحقق مع ناس بنعمل لهم شغل؟ يا باشا انا رحت لقيت الراجل خربان وشاكك في طوب الارض. قلت يعني هديب كلمتين، خير ان تفعل شر ان تلقى. والله لو اعرف ان الموضوع ده هيضايقه كنت سبت يولع بجاز بقى يا باشا، لا مؤاخذه. خلاص انتهينا. بص يا عمر، انا من اول نهار انت مش عاجبني. لو في مشكله مضايقاك ولا اي حاجه ارميها من ورا ظهرك. ركز في شغلك. شغلك اهم حاجه في الدنيا. واضح؟ مفيش اوضح من كده سعادتك. اتفضل.